السلام عليكم شباب، ان شاء الله كويسين، ان شاء الله طيبين. طبعا يا شباب الليله جيناكم بالتراكات او الرابرز السودانيين الاعلى نسبه مشاهده على اليوتيوب. اول حاجه عندنا بالترتيب، بنجي بالترتيب بالمرتبه، عندنا 6 مراتب. تمام، بنبدا بالمرتبه السادسه لحد المرتبه الاولى. اوكي، يلا قبل ما نبدا ننسى اللايك والشير والمتابعه، ويلا خش في الانترو. نجي بالمرتبة السادسة. عندنا في المرتبة السادسة سولجا شارلستون. عالسن طاش للدين دنيا لفة بي للدين كلامي كاتشي. الأغنية دي يا جماعة نزلت 2021 يوم 1 أبريل. الأغنية دي حصلت على 5,047,000 مشاهدة، يعني خلال كم سنة؟ خلال 4 سنوات. والأغنية دي حصلت على 45,000 لايك. طبعا الأغنية دي اشتهرت أول 5 شهور من نزولها، يعني تمت 5 شهور بعد ذلك اشتهرت في السودان. أغنية سولجا شارلستون. طبعا أغنية جميلة وأغنية ظابطة وكلكم سمعتوها. طبعا نجي هنا في المرتبة الخامسة، عندك أغنية شيخ الطريقة ومع الفنانة نونا العنكبوتة. طبعا توفت، ربنا يرحمه وكده. الأغنية دي اسمها جيبوه لي. شخب حراس هوي جيبوه لي، بقت نار وغاز هوي جيبوه لي. شخب حراس هوي جيبوه لي، بقت نار وغاز هوي جيبوه. الأغنية دي نزلت 2022 يوم 24 يوليو. الأغنية دي حصلت على 5,635 ألف مشاهدة. والأغنية دي نزلت يعني بعد نزولها بشهرين اتصدرت الترند في السودان وبقت رقم 1 في الترند، وحصلت على 38 ألف لايك، يعني كويسة، نسبته كويسة. هسه الأغنية دي عندها تقريبا عندها 3 سنين، عندها 3 سنين. حصلت على 5,635,000 مشاهدة. دي في المرتبة الخامسة. طبعا بنجي هنا في المرتبة الرابعة أغنية عصام صاتية وعلي نصر الدين، أغنية أهل الأعمال. أهل الأعمال اللي بتقوم تار الغاب والليل وقلبوا يهر حي يا حي يا حي يا حي. طبعا نزلت 2022 يوم 29 يوليو. الأغنية دي يا جماعة حصلت على 6,638,000 مشاهدة، وحصلت على 53,000 لايك، يعني عدد، يعني رقم كويس جدا يا شباب. دي في المرتبة الرابعة. الأغنية دي طبعا بعد نزولها بشهر واحد اتصدرت الترند في السودان وبقت رقم 1 في الترند، يعني اشتغلت فترة. بنجي هنا في المرتبة الثالثة. في المرتبة الثالثة عندنا حليم تاج السير بأغنية تسجيل دخول. تسجيل دخول كلامي جدا المعدول، شوتة ورا شوتة بنجيب الجول. الأغنية دي يا جماعة نزلت 2022 يوم 25 أغسطس. الأغنية يا جماعة حصلت على 15,635,000 مشاهدة. الأغنية دي يا جماعة عملت 116,000 لايك، يعني أغنية، يعني تسجيل دخول دي بنزولها بأسبوع بس اصدرت الترند في السودان رقم 1. حليم تاج السير تسجيل دخول، يعني أغنية كانت جميلة وأغنية رائعة ومعظم الناس سمعتها واستمتعت بها. المرتبة الثانية موتو بوبلو، أغنية نازلة من السماء. أغنية نازلة من السماء. البدي غملة سمحة قرضة مقفلة، حرية نازلة من السماء، كنتاكا حلوة وسكر. الأغنية دي يا جماعة نزلت 2020 يوم 21 يوليو. الأغنية دي يا جماعة عملت 18,655,000 مشاهدة، وعملت 156,000 لايك، يعني الأغنية دي تقريبا عندها 5 سنوات، يعني والله أغنية جميلة مرة واحد. الأغنية دي بعد نزولها بعد شهرين بعد ذلك صدرت الترندي في السودان. بنشوف المرتبة الأولى، المرتبة الأخيرة والمرتبة الأولى والأعلى نسبة مشاهدة على السودان وعلى السين السوداني جميعا. بنجي أغنية دافنشي وخياط كينج الحلبة. لو حبيت تتغابى يا باشا كينج الحلبة وعامل غلبة، أنا في دقيقة بنتف شنبك بعمل رايح وبقول لك سلامات. الأغنية يا جماعة نزلت 2022 يوم 25 مارس.
الأغنية يا جماعة عملت 22,505,000 مشاهدة، وحصلت على 387,000 لايك. يعني رقم كبير ورقم هائل. يعني يا جماعة بدون أي فخر دافنشي نمبر 1 في السين السوداني وفي في أعلى نسبة مشاهدة. يعني أعلى نسبة مشاهدة ما في الأغاني. يعني في ناس عندهم أغاني سمحة وظابطة لكن ما عملت مشاهدة زي دافنشي. يعني بدون فخر، يعني والله دي الأغنية الوحيدة السودانية أو الأغنية التراك الوحيد العمل أعلى نسبة مشاهدة في السودان وفي السين السوداني جميعا. يا جماعة لو استمتعتم تنسوا اللايك والشير والمتابعة، ونتلاقى في الحلقة الجاية ودمتم في أمان الله.